صحة شريبتكم. دجلة النور أجود أنواع التمور التونسية، نلقاها أيضا في الجزائر بعلامة دجلة النور تولغا، موجودة أيضا في ليبيا. الشجرة هذه موجودة في البلاد منذ عهود قديمة، نلقاها مرسومة في لوحات ونقود تعود للحقبة البونية. اهتم بها العرب عند دخول الإسلام للمنطقة، يمكن لأنها تذكرهم بديارهم. أول إحصاء للنخيل كان عام 1841، قام بها المشير أحمد باشا باي اللي حكم البلاد من 1835 إلى 1855. عمل الإحصاء هذا لتوظيف ضريبة شبيهة بضريبة الزيتون، ولقى أنه في تونس فما 1,300,000 نخلة متمركزة في جابس، قفصة، الجريد، نفزاوة. مع بداية الحماية تضاعف الاهتمام بالنخيل وزراعته، واعتمدوا طرق جديدة للري. فما قطاعين: قطاع عصري موجه للتصدير اعتمد الأبار الارتوازية، والقطاع التقليدي اللي هو الاستهلاك الداخلي اعتمد العيون في السقي. أما بعد الاستقلال أصبح عنا 41,000 هكتار من النخيل، فيها أكثر من 5 مليون نخلة، مما خلى تونس اليوم بحسب إحصائيات منظمة الأغذية والزراعة الفاو ثالث أكبر مصدر للتمور في العالم في عام 2022 بما يقدر ب 244.75 مليون دولار، وثاني أكبر مصدر للتمور في العالم من حيث الكمية ب 130 ألف طن. ودجلة النور علامة تجارية مسجلة عالمياً منذ 1982. إذا تعرفوا حد عنده خلط في المعلومة ابعثوا له الفيديو. وكانت هذه هدرسة الليلة.